اللي حصل مع زيزو من جماهير الاهلي حرفيا هيصدمك. دي صفحه مشهوره من جمهور الاهلي وغالبا كلكم عارفينها، كانت رافعه صوره لكل لاعب وكانت كاتبه تقييمك لكل لاعب من 10، فشوف قالوا ايه على زيزو. وخليك عارف ان جمهور الاهلي هو اللي كاتب الكلام ده مش اي جمهور تاني. اسمع قالوا ايه. واحد كاتب يغور يمشي في داهيه في نهايه الموسم. واحد اهلاوي خش على اللي بعده ها 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 من 10، يعني حرفيا يعني مش عايز يديله صفر، مش مستعني زيزو. لا ونخش على التعليق ده ونركز فيه، اللي كاتب لك اعبط واحد من يوم ما جه وحرفيا ملوش اي لازمه او ملوش اي بصمه مع الفريق. لا وشوف التعليق ده بيقول لك ايه. واحد ليه؟ واحد لابوه. اكملنا ابوه يعني ما شاء الله ما بيروحش النادي غير علشان بطولاته وانجازاته. فوق وانت تفهم. ونخش على اخر تعليق اللي مزجنا انا كذا بلكاوي. واحد بيقول لك ايه بقى، احنا نبيعه للخليج في اخر الموسم وكفايه اللي لبسناه منه، يعني خلاص احنا ما عدناش طايقين الواد ده في النادي. بص يا زيزو انا هقول لك كلمتين من الاخر، انت من يوم ما خرجت من نادي الزمالك ونهايتك اتكتبت، من يوم ما رحت الاهلي ولا انت عارف تبقى شبههم ولا عارف تبقى زيهم. هتقعد دكه الموسم ده واحتمال الموسم الجاي يا يبيعوك يا هتكمل في الدكه لحد ما تتباع. خليك فاكر كلامي انت وجمهور الاهلي كله. سلام.